السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نشيل تأثير subdivision surface من على ايدج معينة. انا لو مش محتاج مثلا الايدج دي يتحرك عليها subdivision او تحصل عليها تنعيم او حاجة زي كده، لكن انا مش عايز اشتغل على دول، فانا ممكن مثلا اعمل هايد لدول. وعلى فكرة انت بتعمل هايد بزرار الاتش. لو انت مش متابع معايا من البداية فانت بتعمل هايد بالاتش، كنترول اتش بيرجعهم تاني بالشكل ده. تمام، سوري الت اتش مش كنترول اتش. انا بس ايه عشان اعرف اشتغل على اوبجكت جديد، شيفت ايه وانزل من هنا كيوب. تمام. طيب انا دلوقتي نزلت كيوب ونزلت عليه سب ديفيجن سيرفيس، وبعدين الايدج دي مثلا مش عايز عليها يتاثر، يعني خليه مثلا 2. انا الايدج دي مش عايز عليها تاثير السب ديفيجن سيرفيس يحصل، مش عايزه. فهعمل ايه؟ هدوس على حرف الان، يطلع لي القايمه، يعني التولز اللي انا بشتغل عليها اللي فيها الادنز بتاعتك والحاجات دي. في قايمه في البدايه خالص كده، تمام، اللي هي اسمها ايتمز. تمام، ودي المسؤوله عن الكومبوننت، يعني مسؤوله مثلا عن مكان الفيرتسيز دي فين، مكان الفيرتكس سوري فين. تمام، يعني بص كده ممكن مثلا احركها من مكانها كده، يعني هي مسؤوله عن مكانها فين. ولكن احنا مش هنعمل كده، احنا هناخد بس الايدج دي، وكل اللي انت عايز تعمله انك بتزود حاجه اسمها كريز، يعني ما تتاثرش بالموديفاير. تمام، فهروح هنا ازود ممكن ازود الايدج داتا على طول، خليها 1 بالشكل ده. فكده الايدج بتاعتي ما بقتش متاثره، بالسب ديفيجن سيرفيس. بس هتلاقي لونها، بص عامله ازاي لونها، يعني لونها يعني مثلا نقدر نقول بنفسجي او حاجه زي كده، يعني او موف حاجه كده. خلاص. طب دلوقتي هي مش للاخر. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز ازود الكريز بتاع الفيرتسيز كمان. كده خلاص مش متاثره، كده هو مش موجود. يعني انا لو عملت الكلام ده للاربعه دول هيحصل كده. 1. بصوا عملت ازاي، 1 بالشكل ده. كده هو مش متاثر، السب ديفيجن سيرفيس مش شغال هنا خلاص، مش موجود عندنا هنا على الجزء ده. السب ديفيجن سيرفيس مش موجود. خش بس على الاوبجكت بالشكل ده مثلا كده، وهقول له بقى لا مش عايز الفيرتكس. فخلاص عملتها مثلا بالشكل ده. فكده هي الايدج ما خدتش دوران، بس الفيرتسيز لفت. يعني بص كده، ماشي. انا ممكن اعمل حاجه زي كده، وممكن مثلا ممكن اروح على الفيس ده كده بالشكل ده، واقوم جاي قايل له هنا. طبعا هنا لما مسكت الفيس فمسك لي الاربعه ايدج، فانا ممكن اعمل كده. فخلاص الدوران بقى فين؟ الدوران بقى على الاربعه ايدج دول. تمام، ده السب ديفيجن سيرفيس بتاعي. ممكن اعمل مثلا حاجه زي كده، بس طبعا مش هي دي الطريقه اللي بتعمل بيها السلندر، لكن انا بشرح لك بس. تمام، تقدر تعمل الكلام ده زي ما انت عايز. يعني ممكن مثلا خليني مثلا اعمل حاجه زي كده برضو نفس الفكره، اقول له هنا كريز، واروح من هنا مثلا على الايدج دي واقول له هنا برضو كريز. يعني اداني شكل غريب بالشكل والملامح، ولكن موجود تقدر تستخدمه، تقدر تعمل بيه اي حاجه. دي طريقه ان انا بشرح بيها بس ازاي اعطل السب ديفيجن سيرفيس من على ايدج، لكن ما بنعملش بيها حاجه. انا بقى دلوقتي ولنفترض ان انا عايز اشتغل، فانا هدخل على الاوبجكت مود بالشكل ده. طبعا انت ممكن تتلخبط دلوقتي عشان احنا فاتحين الواير فريم، فانا هقفل الواير فريم بالشكل ده. او مثلا مش هقفل الواير فريم بقى، لا ده انا هقفل ده. تمام دلوقتي، او خليه والله انا لان للاسف هبقى محتاجه. وماشي، خلي الواير فريم. دلوقتي الايدج دي هل انا عايز اديها دوران ولا لا؟ طب ايه الايدج اللي انا مش عايزها تاخد دوران معايا؟ يعني الايدجز اللي انا مش عايزها تاخد دوران، هنا بقى بتبدا تقرر انت عايز تعمل ايه. يعني مثلا انا اللوب ده مش عايز اديله دوران خالص، فانا هرفع هنا الكريز. بص عمل ازاي في ساعتها على طول مسك ده. تمام. مثلا انا عايز دلوقتي ادوس الت زد واخد كل الايدجز دي واعلي الكريز بتاعها بالشكل ده. فتعال نشوف مثلا ايه اللي حصل. فاضل لي اللوب ده. طبعا انا اللوب ده كده عايز اعلي الكريز. تمام كده بقت الدنيا تمام معايا. وعايز الرنج ده، يعني الايدج دي مع الايدج دي، فبدوس كنترول شيفت
سوري كنترول، واخد الرينج ده بالشكل ده كده، واقول له برضو كريز. كده الجزء اللي قدام كله تمام. خلاص خليني اوقف السب ديفيجن سيرفيس. اوكي تمام، خليني اطلع من ده كده. تمام، طبعا عشان انا لسه عندي حاجات تانية لسه ما اتعملتش. طيب ده كده انا عايز اوقف مثلا اعطل اللوب اللي موجودين عندي. طيب انا عندي طريقه تانية اعطل بيها اللوب دوت. ازاي؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده بس خليني بس اروح على ايدج كويسه. يعني انا مثلا ولنفترض ان انا عايز اللي ورا ده كله، الجزء اللي ورا ده طبعا هنا اللوب هيبقى صعب قوي، الجزء اللي ورا ده اللوب هيبقى صعب فيه قوي، فانا مضطر ان انا اعمل الت زد واخد كل الايدجز دي بالشكل ده كده. تمام، طبعا انا دلوقتي لو عملت زودت الكريز، بص هتعمل معايا ازاي، هتعمل معايا بالشكل ده. تمام، وطبعا لو زودت الفيرتسيز كريز هتبقى عامله معايا بالشكل ده كده. فخلاص الجزء اللي ورا ده مش متاثر باي حاجه خالص. لكن انا ممكن ما اعملش كده، انا ممكن بكل بساطه ادوس كنترول بي بيفل صح كده، وادوس سكيب. تمام، بيفل هعمل بيفل بسيط جدا. سوري انا عملت بيفل بس ما اتعملش معايا. هعمل بيفل بسيط جدا بالشكل ده، حاجه بص بسيطه جدا. يعني بص رقم لا يذكر، يعني ممكن مثلا اعمل ايه 0 1 مثلا، ومن غير سب ديفيجن. انا عايز سب ديفيجن 1 بالشكل ده. بص كده انا عملت ايه، كده انا حطيت 2 ايدج ورا بعض على طول، فما بقاش في مساحه يديني دوران اصلا. تمام، دي طريقه بنستخدمها، بس يعني طريقه بنستخدمها يعني هي بتستخدم في برامج تانية مش في بلندر. يعني عشان بس قصه الكريزي هي موجوده في بلندر، بس اعتقد يعني مش ما بتكونش متاحه في كل البرامج. فالطريقه اللي هي اللي بتظبط بيها حاجه زي كده، لو انت شغال مثلا سينما 4 دي ماكس مايا اي حاجه زي كده، فطبعا ليهم دول يعني ليهم طرقهم الطرق بتاعتهم يعني. ولكن انا حبيت اقولها لك ازاي بعطل مثلا حاجه زي كده. ولنفترض نفس الكلام، انا مثلا الايدج دي مش عايز عليها سب ديفيجن، فانا هاخد دول كده الجزء ده كله. تمام، ومعاه مثلا حاجه زي كده، عايز اخد دول كمان. تمام، اخد دول. طبعا انت بتضيف بالشيفت وبتمسح بالكنترول، يعني الموضوع سهل جدا. خليني اروح من هنا مثلا واقول له هنا كريز وكريز فيرتسيز. خلاص كده بقى الجزء ده بص بقى عامل ازاي بالشكل ده معاك انت. الدنيا مفيش فيها اي مشاكل، خلاص الدنيا تمام وبتبدا تشتغل. عموما انت بتبدا تعمل تشوف انت محتاج ايه وبتعمله. احنا ما وصلناش لنتائج كويسه في اوبجكت زي ده، لان طبعا ده اوبجكت يعني هو ما فيهوش حاجه، يعني انا كنت بجرب فيه. تمام، ما وصلناش نتيجه كويسه فيه. بس طبعا انت بقى بجزء بقى الموديلنج بعد كده انا بصت غلط، بصت اكسترود من غير ما اقصد. تمام تمام، ده بقى حاجه انت تقدر بقى انت مثلا تضيف مثلا حاجه زي هنا كده مثلا اكسترود. تمام، مثلا طبعا اكسترود ده مش هينفع، فانت تقول له اكسترود الونج نورمال مثلا عشان تقدر تعمل حاجه زي كده مثلا بالشكل ده، الفيس ده مع الفيس ده مثلا، حاجه كده مثلا دول كده مثلا كده، بعد كده اكسترود برضو. تمام، ده مع ده تبدأ انت بقى بص انت يعني انا بستخدم 2 تول بس، ويعني بقدر ان انا يعني العب ما بينهم. تمام، خليني اروح مثلا على الايدج دي مع الايدج دي. تمام كده و ماشي جي اكس. بص طبعا عشان انا تقريبا مسكت ايدجز غلط او حاجه زي كده تقريبا. دي مع دي، ايوه صح كده. ممكن مثلا اجي اعملهم مثلا حاجه زي كده.
مثلا بالشكل ده، مثلا كنترول ار، وابدا اخد هنا حاجه كده. تمام. ممكن مثلا ابدا طبعا هي مش تنفع بالشكل ده، وهكذا بقى. انت بقى تبدا تشوف انت محتاج تعمل فيه ايه. على فكره التفصيله اللي عملتها دي ما كانتش احسن حاجه على فكره، كان المفروض ان انت تعملها بشكل احسن من كده. وهكذا تشوف انت مثلا محتاج تعمل ايه في الاوبجكت. والله نفع معايا تمام، ما نفعش معايا مش مشكله. يعني بص انا حتى لو انا طلعت من هنا حاسس انها ممكن يطلع منها حاجه، بس لو اتظبطت، لو قعدت فيها انا عايز اعرف انا هعمل ايه. كل حاجه ليها لازمه، انت ما بتشتغلش كده وخلاص. ممكن تتظبط لو انت بدات تشتغل عليها، وهكذا. عموما انت بس اهم حاجه انك عرفت السب ديفيجن سيرفيس، عشان هنشتغل بيه بعد كده كتير، وهنشتغل بالبيفل كتير، وهنشتغل بالاري، بس الاري يعني مش قوي. وهكذا. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرات اللي جايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.